اهلا بيكم. بيبدأ الفيلم مع ضابط اسمه قدام، واللي كان قاعد في بيته وبيسمع الاخبار، بس اللي يشوف شكله يقول ان هو شايل هم الدنيا على كتافه. وبنكتشف ان الاخبار دي كلها بتتكلم عنه، وان هو ضابط فاسد وعار على الداخليه، والناس كلها عمالين بيشتموا فيه وبيقولوا خساره فيه البدله اللي هو لابسها. لكن مراته بتقرب منه، ولما شافته مش طايق نفسه فبتقفل الاخبار وبتقوله بعدها لك يا عم قدام، عدى اكتر من شهر وانت لسه الحزن مالي قلبك، انسى اللي فات وخلينا بقى نعيش حياتنا. وهو ما ردش عليها، لكن في الاخر قال لها انا رايح القسم. في الوقت ده هي بتستغرب وبتقوله رايح ليه؟ ما هم خلاص فصلوك عن الشغل. قال لها انا بس هروح واجيب شويه حاجات وهسلم على زمايلي وبعدين هاجي. وفعلا قدام بيروح على الشغل، بس بيتفاجئ اول لما دخل القسم بيلاقي ان كل اصحابه قاعدين بيتفرجوا على الاخبار وكانهم قاعدين في فيلم سينما. واول لما شافوه كلهم قاموا بسرعه وبيقفلوا الاخبار علشان ما يحسش باي احراج، لكن هو ولا بيهتم وبيدخل على الاوضه بتاعته وقعد على المكتب بتاعه. ومن كتر الصدمه والحزن اللي هو عايشه ما كانش قادر يتكلم او ينطق باي كلمه، وعمال يفتكر كل اللي حصل له لما اشهر بلطجي في المدينه اسمه شيفا هو ورجالته راحوا له القسم. وشيفا بقى قاعد قدامه وبيقول له مالك يا عم قدام، انت ظابط جديد هنا والمنطقه دي بتاعتنا وما تعرفش الدنيا هنا ماشيه ازاي، بس انت بقى كل شويه عمال تتنطط للزعيم بتاعنا وعامل نفسك الكوماندا والشبح بتاع المنطقه، وده مش هياكل معانا. ومن الاخر كده ابعد عن الشر وغني له بدل ما اجيب لك كل المغنيين والطبالين واخليهم يغنوا على قبرك. وقدام بيتضايق جدا وقال له انت ازاي تيجي لحد هنا وكمان بتهددني؟ فبيقول له خلاص يا عم بلاش تهديد، تاخد كام وتشيلنا من دماغك. وطبعا قدام بيتعصب ومسكه من الهدوم وقال له اخرس يا كلب، مش انا اللي ابيع نفسي مقابل الفلوس، وانت والراجل بتاعك حضروا نفسكم علشان هتنوروا السجن قريب. ويا عيني هما الكلمتين اللي بيقولهم والدنيا بتتشقلب في دماغه. وفجاه بيلاقي ظابط ملوش 30 لازمه بيوقفه على الطريق علشان يفتش العربيه، وبرغم ان هو ظابط زيه بس ما عملش اي احترام للظابط قدام. وهوبا بيجي واحد بالمكنه بتاعته وبيرمي فلوس في العربيه بتاعت قدام، وطبعا بيلبسوه قضيه رشوه. وقدام في الاول كان مفكر ان مفيش حد هيصدقهم، لكن القضيه بتكبر والاعلام بدا يتكلم والدنيا كلها اتقلبت فوق دماغه في لحظه. وفي يوم وليله حس ان الدنيا كلها بقت ضده. والشيفا بكل خبث بيطلع على التلفزيون وبيقول لهم شفت الراجل الندل الواطي كان عايز ياخد مني رشوه انا والزعيم بتاعي الشريف العفيف علشان بس يمضي على الورق بتاعنا والتصاريح السليمه. ومش بس كده، ده كمان بيجي راجل شغال مقاول وبيشهد ضد قدام وان هو طلب منه يشتري فيلا غاليه جدا وخلاه يكتبها باسم ابنه. وفي وسط الضغط الاعلامي ده كله طبعا الضابط قدام بيتحول للتحقيق، واللي كان بيحقق معاه هو القائد بتاعه، وبنعرف ان ده كمان راجل فاسد. والضابط قدام بيحاول يثبت للقائد بتاعه ان هو ما عملش حاجه، لكن الضابط اللي اعلى منه قال له يعني ايه ما عملتش حاجه؟ طب والفلوس اللي لقوها في العربيه بتاعتك وكمان الفيلا انت بتشتغلنا ولا ايه؟ وللاسف التهمه لابساك. وفعلا بيفصلوه عن الشغل وبتبقى سيرته وسيره عيلته بقت في كل الاعلام والصحافه. وساعتها ضابط قدام بيفوق من الاحداث اللي عمال يفتكرها وبيتصل بمراته وقال لها انا عايز اقول لك حاجه، انت احسن ست قابلتها في حياتي ولازم تعرفي ان انا ما حبيتش ولا بحب ولا احب حد غيرك، وصدقيني انا ما عملتش حاجه ولا بعت ضميري. ومراته بتقول له انا عارفه كويس ان عمرك ما هتعمل كده ومتاكده ان ربنا هيظهر الحقيقه. فبيقول لها لا خلاص انا يئست، والمهم انك تخلي بالك من نفسك ومن ابننا. وبيطلع السلاح بتاعه وضرب طلقه على نفسه وانتحر. وطبعا مراته بتتصدم وبتجري على القسم بسرعه وبتلاقي جوزها متشال وهو جثه، والقائد بتاعه بيمنعها انها تشوف وشه، وهي طبعا بتكون في قمه الصدمه. والصحافه بيتلموا عليها وعمالين يقولوا لها كلام مستفز جدا زيهم، لكن مراته ما هربتش منهم وبتواجههم بكل شجاعه وبتقول لهم انا جوزي ما عملش حاجه، هو بريء وكان راجل شريف والدنيا كلها عارفه كده وتشهد له بده. فبيقولوا لها ازاي وجوزك ضرب نفسه بالسلاح وفي قلب مكتبه؟ فبتقول لهم ايوه هو فعلا عمل كده، بس انتوا ما خدتوش بالكم مين اللي وصله ان هو يعمل كده في نفسه وخلى الدنيا سودا في عينه لحد ما انتحر. وكل الاعلاميين بيسالوها هو انت قصدك مين بالظبط؟ فبتقول لهم انا وانتوا وكل الناس عارفين مين اللي ظلم جوزي وطلع عليه الاشاعات دي ولبسه تهمه، وهو رجل الاعمال المجرم اللي اسمه جاي كانت شكري. والصحفيين اول لما سمعوا اسمه كلهم بيجروا على المكان اللي هو فيه، لكن جاي كانت بقى قال لهم انا ماليش علاقه باللي حصل ده، والحوار بينه وما بين شيفا وهم احرار مع بعض يكشي يولعوا في بعض هما الاثنين. طب وانا مالي؟ فبيقولوا له ايه يا عم الحاج ما هو خلاص الظابط مات. قال لهم ايه ده بجد؟ طب ما دي حاجه طبيعيه يا جماعه، الراجل الخاين المرتشي اخرته هو الموت، ودي اخره القرف اللي هو بيعمله. امال انتم مفكرين ايه؟ علشان هو كده اي راجل مرتشي او فاسد لازم يموت في النهايه. لكن بتيجي مرات قدام وقلبها محروق من الحزن وبتقول له بقى يا راجل يا عره يا اللي وشك شبه كاوتش العربيه تقول على جوزي خاين، وانا عارفه وانت عارف ان انت اللي لبست التهمه دي. وعلى كل حال حتى لو انت راجل اعمال وغني ومعاك السلطه والنفوذ فربنا اقوى منك، وهيجي اليوم وكلنا هنشوفك بتتذل يا فاسد، ونسيب المدينه باللي فيها اللي مليانه ظلم وفساد ونروح بقى على قريه صغيره وفيها حته ظابط انما ايه محدش بيقدر يسد عليه، واللي يفكر يفتري على الناس بيسافلته على الارض تحت رجليه. الظابط الجامد جمدان اللي مفيش زيه في اوروبا ولا حتى في ميدان لبنان، بطل فيلمنا سنجهام. وبنعرف ان هو مش مجرد ظابط شرطه، ده مسؤول عن القريه كلها وكل الناس
بتحبه علشان هو اصلا ابن القريه دي، وهو بالنسبه لهم الاسطوره بتاعتهم، وعلاقته حلوه مع كل الناس، مع الاطفال بيلعب معاهم وبيساعد الكبار وبيجيب حق المظلومين. وفي يوم بنشوف سنجهام كان داخل القسم، فبيلاقي المساعد بتاعه موجود وكان معاه شخص هو وابنه، وسنجهام بيقول لهم مالكوا يا جدعان في ايه؟ فالمساعد بيقول له الحق يا باشا، الواد الغلبان ده رهن بيته لعم شكشك ب50,000 علشان بيجهز اخته، والحمد لله البنت اتجوزت، وبعدها الواد فص ملح وداب، لا جاب الفلوس ولا سلم البيت لعم شكشك، وفضلوا يدوروا عليه هنا وهناك لحد ما لقوه، وعم شكشك وابنه مسكوا الواد ونزلوا فيه ضرب طول الليل. وبنشوف الواد ده بقى وهو غلبان جدا، وبيقول له يا باشا انا عملت كل ده علشان اجوز اختي، وبعدها سافرت بره القريه علشان اشتغل واقدر اجمع الفلوس وادي له حقه، انما بيتي لا يا باشا ما اقدرش اديهوله لان ما عنديش مكان تاني اقعد فيه. لكن بنشوف ابن عم شكشك بيبقى عصبي جدا، فبقول لهم بقول لكم ايه، الموضوع ده ما يتحلش الا بالعافيه وبالضرب، والواد ده لو ما جابش الفلوس انا هقطعه وابيع اعضائه. وسنجهام بيقول له ايه ده ما شاء الله عليك يالا، ما انت جامد اهو بتعرف تتكلم، طب تسمح لي اسلم عليك؟ وهوبا بيديله بالقلم على وشه وبيشلوحه على الارض. وعم شكشك لسه هيتكلم معاه ويقول له عيب يا عم سنجهام، فسنجهام بيقول له العيب عند ابنك اللي مفكر نفسه فتوه، والعيب عليك انت كمان علشان ما ربيتوش، ومن الاخر كده احنا جيران وبقى لنا سنين عايشين في وش بعض، فتعالى معايا كده واستهدى بالله علشان نحل الموضوع عندي في البيت. وسنجهام بيروح على البيت ودخل الاوضه بتاعته، فابوه بيقول له انا عارف الدخله دي وراها ايه، انت اكيد رايح تاخد فلوس الجمعيه اللي انت لسه قابضها. يا ابني حرام عليك، ده احنا دخلناك الجمعيه دي غصب عنك علشان تتجوز بقى وتجيب شبكه للعروسه، ده انت بالشكل ده كل ما هيجيلك فلوس وتصرفها على اهل القريه مستحيل بقى تبدا حياتك وتتجوز. وسنجهام بيقول له ايه يا عم الحاج، هو انت مفكرنا في مصر ولا ايه؟ احنا في الهند يابا، يعني العروسه هي اللي بتدفع المهر. الله عليكم يا بنات الهند، يا ما نفسي اتقدم لواحده هنديه اخد منها المهر وارجع على بلدي تاني. المهم بيكمل كلامه وبيقول له انت عارف كويس قوي يا ابويا ان ما بحبش اشوف حد من اهل القريه زعلان، وهو مشوار بسيط هروح احل مشكله وان شاء الله الفلوس هترجع تاني. وبالفعل سنجهام بياخد الفلوس وبيديها للواد الغلبان ده، وقال له ادفع فلوس الرهن واقعد في بيتك معزز مكرم، والف مبروك لاختك، انت راجل وتستاهل كل خير. وطبعا عم شكشك بيتضايق وبيقول له بس ده حقي. وسنجهام بيقول له بقول لك ايه يا عم، انت ليك فلوسك اديك خدتها، وانت عارف كويس ان البيت ده يسوى اكتر من كده بكتير، فخد فلوسك وغور في داهيه بدل ما اعمل لكم محضر وادخلكم السجن، وساعتها هتخسر الفلوس وهتخسر نفسك. وعم شكشك بيلم الدنيا وبياخد ابنه وبيمشي، والشاب ده بيبص له ومش عارف يقول له ايه، وعشان كده كل اهل القريه بيحبوه لانه عمره ما تخلى عن حد. وفي الناحيه تانية بنروح لشيفا اللي كان بيتكلم مع رجل اعمال مهم، وبيقول له مساء الخير، بقول لك ايه من الاخر كده، احنا عايزين 50 مليون جنيه وكل جنيه ينطح جنيه وتحطهم في شنطه العربيه بتاعتك وهنقابلك عند الموقف القديم. فالراجل بيستغرب قوي وقال له ده من ان شاء الله، وايه اللي يخليني اديك 50 مليون مره واحده؟ وشيفا بيقول له مره واحده ولا مرتين، انت هتجيب الفلوس ورجلك فوق رقبتك. عارف ليه؟ علشان ابنك الصغير عندنا، ولو انت ما جبتش الفلوس قول على ابنك يا رحمن يا رحيم. لكن الراجل ولا بيتهزله شعره وبيقول له لا انا اصلا ابني معاه حارس وعمري ما خليته يمشي لوحده، العب غيرها يالا. وجاي كانت بقى بيتعصب وبيسيب الاكل من بقه ومسك الموبايل وقال له بقول لك ايه، من غير لت وعجن كتير، انا مش محتاج اثبت لك ده. عارف ليه؟ علشان اخر شخص قال لي اثبت لي ما شافش بنته مره تانية، وانت بقى فكر كده وقلبها مع نفسك، وانا مستني الفلوس، وخلي بالك قدامك ساعه واحده بس يا اما اخلص على ابنك. وبنعرف ان ده بقى اسلوب رجل الاعمال جاي كانت شكري اللي كلها فاسده وشغله كله حرام في حرام، خطف وسرقه ونصب وسلاح ومخدرات، اي حاجه بتجيب فلوس بيشتغل فيها. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف سنجهام كان مروح هو والمساعد بتاعه، وفجاه لقى الناس عمالين بيجروا، فبيسال واحد منهم هو في ايه؟ قال له يا باشا في عفريت طلع لنا وبياكل الناس، والناس كلها عمالين بيجروا. وسنجهام طبعا ولا بيتاثر بالكلام ده وبيقول للمساعد بتاعه شوف ايه اللي بيحصل والناس دي خايفه ليه؟ فبيقول له اشمعنى انا يا باشا؟ طب ما تنزل انت ولا اقول لك طب ما تيجي معايا. قال له يا راجل عيب على شنبك ده انت ظابط وكمان بشنب وخايف من حته عفريت، ده انت خساره فيك البدله. والمهم راحوا مع بعض علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. والمساعد ده اول لما شاف العفريت في ثانيه الا ثانيه بيعملها على روحه وبيطلع يجري. والعفريت ده بقى اول لما شاف سنجهام حاول يقرب منه علشان يخوفه، لكن سنجهام ايديه سابقه عقله وبيديله كف محترم. وفي الاخر العفريت بتطلع مزه، ومش اي مزه، دي حاجه ايه، فخامه وهي اللي لابسه العفريت. فبيقول لها تعالي هنا بقى، هو انت مش جدك يبقى عم حكيم الغشيم؟ انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له مفيش انا كنت بلعب مع الناس. فبيقول لها بتلعبي ليه؟ انت مفكره نفسك نغه؟ امشي يا شحطه من هنا على بيتك. والموضوع بيكبر في دماغ البنت دي، وبنعرف ان هي اسمها كافيه. وتاني يوم بتروح المعبد وبتحكي لاصحابها كل اللي حصل، وبتقول لهم انا لازم اعرفه مقامه وازاي اخليه يتكلم معايا وهو واقف انتباه، ومن الاخر كده انا لازم انتقم منه واخد حقي. وهوبا بتلاقي سنجهام واقف قدامها عند المعبد، وهي بتقول بس اهي جت لحد عندي، وعماله بتعمل في خطط لكن كلهم فاشلين وما لهمش اي 60 لازمه. وبتحاول ترمي عليه طوبه لكن ما جاتش فيه، وبتيجي على الراجل الغلبان. وسنجهام اصلا مش واخد باله من اي حاجه لحد ما خلص وخرج من المعبد وشافها قدامه، فبيقرب منها وبدا يتاسف لها
وقال لها بصراحه كده انا حاسس ان كنت قليل الذوق معاكي وما كانش ينفع اضربك بالقلم او اعاملك بالطريقه دي، وانا عمري في حياتي ما ضربت واحده ست، وحقك عليا يا ست البنات، بس ارجوكي بلاش تعملي كده تاني. وبعدين سابها ومشي. وبلا قافيه كافيه وقعت في حبه وتعلقت بيه جدا، واحساس الانتقام اتحول لغرام. وبتقول له اختها ده طلع لطيف قوي قوي وطيوب جدا، ده كيوت موت، وشكل كده ظلمته او كنت فاهمه غلط، ومن الاخر كده الراجل ده يعمل اللي هو عايزه. وبعدها بكام يوم بنشوف كافيه هي وجدها واختها كانوا في السينما، لكن وهما ماشيين شافوا قدامهم ميزان، وكافيه بتقول لهم بس انا عامله رجيم بقالي 3 ساعات وربع ولازم اوزن نفسي حالا واعرف خسيت كام كيلو. وفعلا بتقف على الميزان وبتبص لاختها وبتقول لها لا 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 ده انا ما خسيتش ولا حتى جرام واحد، انا هقلع الشبشب ده وهوزن نفسي تاني. لكن بيجي شويه عيال بلطجيه وعمالين بيعكسوها، وقال لها طب ما تقلعي هدومك بالمره مش يمكن عامله وزن. والبنت تتخانق معاه وجدها بيقرب منه وقال له ابعد عنها يا واطي قليل الادب، بس الواد بيقل ادبه اكتر وبيضرب جدها وبيزقه وقال له غور من وش بدل ما ادفنك مكانك. بس عمك حكيم الغشيم قال له احمد ربنا انك جيت لي وانا كبير في السن، انت عارف لو كنت قدك انا كنت فرمتك، بس انا هروح وهجيب لك اللي يتعامل مع اشكالك. لكن الشاب ده بيعلي الليفل اكتر وفي منتهى السفاله بيشد السكارف من على كتف كافيه وقال له طب اللي يجي بقى يبقى ياخد مني السكارف ده وانا هلبسه له. وعمك حكيم الغشيم بيروح على ابو سنجهام وبيقول له شفت اللي حصل فيا يا اخويا، انا اتهزقت، وحكى له كل اللي حصل في وسط القريه وقدام كل الناس. وسنجهام بيوصل في المكان وبيقرب منهم وعرف كل حاجه، وفي ثانيه لا ثانيه بيفعل وضعيه التنين المجنح وبياخد كاتيا وراه وبيركب المكنه وبيروح على السينما. وقال له كل الامن اللي هناك محدش يخرج من هنا، وجمعهم كلهم قدامي. وفعلا بيعملوا كده والناس كلها بتتضايق، وراجل منهم بيقول له يا عم انت ما كانش سكارف يعني اتاخد منها يا راجل كبر دماغك. وسنجهام بيقرب منه وقال له انت عديم الرجوله والنخوه، علشان لو دي اختك ولا مراتك كنت قلت كده، ويا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله، وحط لسانك جوه بقك واخرس. وفي الوقت ده بنشوف البلطجي اللي اتحرش بيها قال له انا هنا يا شيخ، ولو عاوز تقابلني اديني رنه هاجي لك راجل لراجل، بس تجيلي من غير البدله اللي انت لابسها وتتحامى فيها. وسنجهام بيقول له اتحامى فيها وراجل لراجل؟ طب اهو. فبيشيل السلاح وبيقلع البدله وقال له بقى تعالى بظهرك يا عم زغلول، ودخل عليه كل قوته، هوبا ضربه هنا على ضربه هناك، بالرجل شغال، بالروسيه شغال، بوكس يمين على بوكس شمال، ودخل على بقيه الرجاله ضربه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، والرجاله كلهم بيتشلوحوا على الارض. ومسك واحد منهم وبيرميه على التوك توك، والتاني حدفه فوق العربيه، وبقيه الرجاله متكومين على الارض، واللي بعده بيحصل اللي قبله. وفي الاخر بيمسك الواد اللي اخد منها الطرحه بتاعتها وبينزل فيه بالحزام وبيلسع كل مكان في جسمه، ومن الاخر كده ورم له جسمه تماما وعمل منه شاورما لحمه. وبياخد الطرحه من على كتف كاتيا وبيلبسها له، وبياخد منه طرحه اللي اخدها منها في السينما وبيديها لها، يعني اهانه اهانه ما حدش اتهانها قبل كده. وكافيه اللي هتجيب لي الكافيه بتكون في عالم تاني خالص، سرحانه معاه وعماله تبص له وكان ناقص تاخده بالحضن. ومن وقتها كل شويه تروح له وتعمل مشكله شكل، مره بتقول له انا اتخانقت، ومره اتسرقت، ومره واحد شدني من شعري، واخر حاجه بقى بتقول له التليفون بتاعي اتسرق، وهو يعني مصدقها وعمال بيدور على الحاجات دي لحد ما بيعرف ان تليفونها اتفتح، ولما بيرن بيلاقي واحد رد عليه وعمال يلف ويدور في الكلام لحد ما قدر يوصل لمكانه. وبالفعل بيطب على المكان وبنعرف ان هو ابن عم كاتيا، وعيلتهم بيقولوا له هو في ايه انت ماسك الواد كده ليه، انت عارف ده مين؟ ده حماده عزه حبيب قلب امه. وبنشوف بقى حماده عزه واقف كالاسد مفيش حاجه بتهزه، علشان كل ده كانت لعبه ما بينه وما بين كافيه. لكن سنجهام لسه مش فاهم اي حاجه وقال لهم ادي اخره الدلع او طلع حرامي، اتفضلي يا انسه كافيه، هو ده اللي سرق حاجتك. وكافيه بتقول له يا اخي منك لله، هو انت ايه غبي ما بتفهمش؟ يعني انا عمال الف وادور حواليه وفي الاخر تقول لي هو ده اللي سرقني؟ طب يا عم تليفوني ما اتسرقش، وكل ده كدب في كدب. عارف ليه؟ لان اصلا معجبه بيك وبحبك يا لطخ، وكنت بعمل كل ده علشان بحاول اخليك تشوفني وتحس بيا وتاخد بالك مني. وسنجهام بيقول لها يعني ايه؟ الاسبوعين اللي فاتوا دول كنت بشوفه كل يوم 7 8 مرات علشان تقدمي بلاغات بالكذب. فبتتعصب منه وبتقول له يا اخي هو انت ايه جاموسه حمار كبير ما بتفهمش، هو ده اللي همك؟ يا اخي انا غلطان ان انا عبرتك. لكن هو تاني يوم حس ان في حاجه كده في قلبه من ناحيتها، فبيروح لها وقال لها بقول لك ايه، انا ابويا وامي مصدعين دماغي علشان عايزين نتجوز، فايه رايك نتجوز؟ وهو الحمار يتجوز الجاموسه ونجيب بغال صغيرين. وهي بتفرح قوي ولما بتصدق يقول لها كده، ونسيبهم بقى ونروح لجايكنت اللي رايح عزا واحد، وبنعرف ان ده نفس الشخص اللي كلمه في الموبايل وقال له انا خطفت ابنك، وبنعرف ان رجل الاعمال ده مات، وجايكن رايح يعزيه وداخل بكل بجاحه هو ورجالته، لحد ما ابو الراجل ده اول لما شافه قال له يا بجاحتك يا اخي بتقتل القتيل وبتمشي في جنازته وانا عارف ان انت اللي قتلته. وجايكن بقى بيتكلم معاه بكل بجاحه وقال له انا اللي عملت كده وقتلت حفيدك كمان، اصل انا قلت له حط فلوس في الجراج وهقابلك في الموقف القديم، لكن هو مرضيش وكان عايز يبلغ الحكومه ودي اقل حاجه اعملها فيه. ولسه الراجل الكبير هيقول له اطلع بره، وجايكن قال له لا ركز معايا كده يا جدو، انت لسه عندك احفادك ومرات ابنك وعندك كمان الورث بتاعه،
واراضي وذهب وياقوت وايه حاجات كده كتير. انت بقى هتمضي لي على الورقه الصغيره دي اللي فيها تنازل عن الشركه بتاعت ابنك، وهتمضي لي على شيك بمبلغ محترم، وعلشان انا راجل جدع وبفهم في الاصول هسيب لك البيت اللي انت قاعد فيه، يا اما هخلص على مرات ابنك واحفادك. والراجل فعلا بيخاف وبيمضي على الورق لان مفيش قدامه اي حل تاني. وجايكنت لسه خارج من البيت وبيلاقي الضابط الفاسد قدامه. قال له باشا في قضيتين انت كنت متهم فيهم قبل كده. فبيقول له ايوه انا فاكر، اللي هم واحده تقريبا قتل والتانيه سطو مسلح، المهم مالهم في ايه؟ قال له معلش يا باشا احنا بس محتاجين منك تروح تمضي على المحضر علشان نخلص الموضوع. فبيقول له امال انا بدفع لكم فلوس ليه؟ واحد فيكم يروح يمضي، هو انا لازم اروح بنفسي يعني ولا ايه؟ لا وكمان لما عرف ان هو مش هيمضي في نفس المدينه اللي هو فيها، ده هيروح في اسم موجود في قريه بعيده جدا، فبيصمم اكتر ان هو ما يروحش ويخلي حد من رجالته هو اللي يروح ويمضي. والظابط بيقول له يا باشا ولا يهمك، انا هبعت واحد من الرجاله وهو اللي يمضي مكانك ونخلص. وبنعرف ان الاسم ده والقريه دي اللي موجود فيها سنجهام، وفعلا بيروحوا اتنين من رجاله شيفا على القريه دي، وواحد فيهم عمل نفسه جايكنت بس تقريبا كده ما كلفش خاطره ويحفظ الاسم الثلاثي، علشان كده سنجهام ساله قول لي اسمك الثلاثي يا عسل. والواد عمال يبقبق زي السمكه البلطي ومش عارف يجمع الكلام، وسنجهام بيقول له لا ما تهتهش في الكلام كده ووضح كلامك. فالشخص ده بيرجع في كلامه وبقول له يا باشا حاسب، انا مش جايكنت بس هو الزعيم بتاعي، بس يعني لو حضرتك عايز الفلوس دي احنا تحت امرك. وما لحقش يكمل الكلمه وبضربه منه خرجه بره الاسم. وبعد 5 دقايق بيروح لحد عنده عضو مجلس الشعب وقال له سنجهام باشا البطل بتاعنا وابن الدايره، بص بقى يا باشا جايكنت بيه ده راجل مهم وما عندوش وقت يروح ويجي ويمضي والكلام الفاضي ده، فخلينا بقى نمضي وانت عارفني وخليك واثق فيا. وقبل ما يكمل كلامه سنجهام اداله بالرجل وخرجه بره الاسم هو كمان، وخلى كل اللي ما يشتري يتفرج عليهم. وبقول له اسمع يا راجل يا بغل، الراجل بتاعك لو ما جاش في خلال 4 ساعات انا هنفخكم وهرميكم في السجن واحد واحد، وبدل ما تبقى قضيه تزوير هتبقى قضيه رشوه او تزوير، وهزود عليهم قضيتين 3 لحد ما الخبر بيوصل لجايكنت اللي بياخد نص رجالته وبياخد كل العربيات بتاعته وبيروح علشان يدغدغ الاسم على الظابط ده لحد ما دخل القريه باسطول العربيات، والناس كلها باصين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وطبعا اهل القريه اول لما شافوا الشخص ده ومعاه رجالته حس ان في عوق هيحصل، لحد ما جايكنت وصل لاسم الشرطه وهو متعصب ومش طايق نفسه وبيقول لهم هو فين الظابط الحيوان اللي جابني لحد هنا؟ والمساعد بتاع سنجهام قال له لا انت تقف عوج وتتكلم عادل وامسك لسانك بدل ما تدفن مكانك، وتفضل بقى استناه بره لحد ما يجي. وبالفعل بيقعد بره على السلم ومستني الباشا اللي قدره هو ورجالته لحد ما اخيرا بيوصل وبيقرب منه وبيقول له اهلا انت جيت بقى، انت المجرم اللي بعت لي رجالتك، تعالى هنا علشان تبصم وتغور في ده هتمشي. وجايكنت بقى بيتصدم من جرأته وعمال بيضحك وبيقول لهم لا ده الراجل ده اكيد ما يعرفنيش، حد يقول لي انا مين قبل ما اعصابي ما تسيب، انا اعصابي لو ثابت هكسر الاسم على دماغه. وسنجهام بيقول له لا والنبي سيبها ووريني بقى هتعمل ايه. وجايكنت بيتعصب اكتر وعمال يهزق في سنجهام وصوته جاب لاخر الدنيا، ورجالته حوالين الاسم وقال له انت عارف معايا كام راجل ومعايا كام سلاح، وباشاره مني هعلقك انت والرجاله بتوعك على باب الاسم. لكن في ثانيه الا ثانيه بنلاقي كل اهل القريه داخلين زي الوحوش ومعاهم السلاح والسنج والمطاوي وبينادوا على سنجهام باشا في اي عوق معاك، الرجاله كلهم هنا يسدوا عين الشمس. وفعلا بنلاقي القريه كلها بسم الله ما شاء الله زغابه ومستنيين بس اشاره منه علشان يهجموا. وسنجهام بيبص لجايكنت وبيقول لهم لا يا رجاله ما تشغلوش بالكم وتفضلوا انتوا مع السلامه، روحوا بيوتكم وانا بقى لو احتجت منكم اي حاجه هديكوا رنه. وجايكنت بقى بيتجنن اكتر وبيقول له لا ما تفكرش ان شويه الفلاحين دول هم اللي هيحشوك من تحت ايدي، وحتى البدله اللي انت لابسها دي انا ممكن اقطعها لك واخليك واقف بلبوس قدامي. وعمال يزعق فيه وسنجهام واقف ثابت ولا بيعبره. لكن اهل القريه اول لما سمعوا صوته بيعلى على سنجهام الباشا بتاعهم وسمعوا كل حاجه مسكوا العربيات ودغدغوها وما سابوش فيها حته سليمه، والسلاح جاهز والرجاله جاهزين. وفجاه طلع سنجهام ومعاه جايكنت على صوت التكسير والدمار وعمالين بيصرخوا ويقولوا لا سنجهام باشا لا، اللي هيقرب منه يا شويه غجر هنكسر عظمه. وسنجهام بقى بيحاول يحل الموضوع بشكل ودي وقال لهم يا رجاله ما تقلقوش ده زميلي من ايام الجامعه وهو بس بيهزر معايا هزار تقيل حبتين. وجايكنت بقى يسكت طبعا لا، فبيقول له زميلك ايه، انا اصلا ما احطكش شبشب تحت رجلي وما شرفنيش ان انا اعرفك. وقبل ما يكمل التهزيق بنلاقي اهل القريه مكملين ضرب والتكسير في العربيات، ومنهم الواد الغلبان اللي سنجهام في اول الفيلم سلفه الفلوس علشان يفك رهن البيت وكان ماسك حته حديده وبيقول له لا الا سنجهام باشا يا ابن الاوباش. وهوب بيدغدغ العربيه وبنشوف مرات الجزار ماسكه في ايديها السطور وبتقول له ما سيبوه لنا يا باشا واحنا نشفه لك. طبعا في الوقت ده رجاله جايكنت بيترعبوا وسنجهام بيقول له شفت علشان تسمع كلامي لما اقول لك وطي صوتك، بس لازم تكون عارف ان انت لو في اي مكان فوق القانون فانت هنا في القريه دي اللي تحت سيطرتي انا، واحمد ربنا ان انا ما اتعصبتش، انا لو عليت صوتي مش هيطلع لكم صوت تاني لبقيه حياتكم، عارف ليه؟ لان ساعتها هتكونوا اموات. وبينادي على المساعد بتاعه وبيقول له هات الدفتر يا ابني، وبيمسك صباع جايكنت وبيخليه يبصم غصب عنه قصاد كل الناس. وجايكنت بقى بياخد رجالته وخرج بره القريه وحاسس ان هو عينيه مكسوره
وبيقف في وسط طريق وبينزل من العربيه وبيكون في قمه الصدمه، لان ده اول مره يحس ان هو كان مذلول. وقال لهم انا شويه اوبش اجي قريه زي دي واتهان فيها، والرجاله بتوعه عمالين يهدوه وقالوا يا ريس ما تشغلش بالك، ده حته عيل هلهوله ملوش لازمه. لكن جايكنت قال لهم لا 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 لا، قول والله ما هعديها ولازم اخد حقي. وبنروح لمرات الضابط قدام اللي راحت تقابل وزير الخارجيه وبتقول له مساء الخير يا معالي الوزير، فبيقول لها مساء النور يا بنتي اتفضلي، هو مين الولد ابو خدود حلوه ده ما شاء الله عليه، وانت مين يا حلوه؟ فبتقول له انا مرات الضابط قدام. قال لها مرات الخاين، خير يا ماما عايزه ايه اموري؟ هو مش جوزك مات وراح في 60 داهيه الحمد لله وخلصنا منه بعد ما جاب لنا العار، ها عايزه ايه تاني؟ فبتقول له انا عايز افتح ملف بتاع القضيه مره تانية وانا متاكده ان جوزي بريء. فبقول لها بقى ايه بريء؟ لا والله يا حبيبتي احنا ما عندناش الكلام ده، جوزك خاين وكلنا عارفين ان هو خاين، ونصيحه مني ليكي روحي اتجوزي وعيشي حياتك مع اي حد تاني. فبتتعصب من كلامه وبتحس بالظلم وبتخرج من عنده وهي في منتهى الحزن، والناس عمالين يبصوا عليها وهم زعلانين على اللي حصل لها وحصل لجوزها، لان الكل عارف ان اصلا الوزير ده فاسد وخاين وعارف الحقيقه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف سنجهام وهو مروح على البيت، فبيلاقي كل عيلته واقفين قدام الباب، وابوه بيقول له مبروك يا ابني، ده طلب نقلك من الاسم بتاعك وهتروح المدينه، واخيرا بقى هترتاح من قرف الارياف، ولما تروح المدينه بقى هترفع راسنا هناك. وسنجهام بيستغرب لان محدش بلغه بطلب نقله ده اصلا، وبرغم كده بينفذ الاوامر وما عندوش اي حل تاني. وتاني يوم بيودع اهل القريه وبالفعل بيروح على المدينه، واول لما دخل الاسم الكل بيديله التحيه وزمايله بيعرفوه على نفسهم، اول واحد اسمه ارجون وتاني اسمه عباس، والراجل الكبير ده بقى اسمه عبد الواحد. وسنجهام بيسلم عليهم وعرفهم بنفسه، وبعدين بيدخل علشان يقعد على المكتب بتاعه ولسه بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وفجاه كده بنشوف جايكنت داخل عليه وضرب الباب برجله وكانه داخل بيت ابوه واقتحم الاسم هو ورجالته. في اللحظه دي سنجهام بيستغرب من جرأته وفضل يبص على الضباط الموجودين معاه في الاسم وشافهم واقفين وفي منتهى الرعب منه. وجايكنت بيقول له اهلا اهلا يا ابن الغاليين ومرحبا فيك في مدينتي، ولا اقول لك مملكتي، وانت زلتني هناك علشان كنت في وسط اهلك وناسك، بس الوضع اتغير وانت هنا في مملكتي. وسنجهام عمال يبص له وهو في قمه الصدمه ومش قادر ينطق باي كلمه. وجايكنت بيقول له ايه مالك بلعت لسانك ولا ايه؟ سنجهام شكلك كده لسه مش فاهم ايه اللي بيحصل، وانا هفهمك، انا بقى اللي نقلتك هنا وبرساله من تليفوني جبتك لحد عندي، وانا اقدر اخلي حياتك جحيم، وعندي استعداد اذل فيك زي كلاب الشوارع، ولا اقول لك انا مش هتكلم كتير وهخليك تشوف بنفسك اللي هيحصل فيك، وهخليك تتاكد انك غلطت غلطه عمرك انك تتجرأ على اسيادك. وبياخد رجالته وبيمشوا، وسنجهام بيستغرب من اللي حصل، لكن بعد كده بيرجع على بيته وبيلاقي كافيه مستنياه وبتقول له انت جيت يا سيدي وتاج راسي وحشتني يالا، وهو مستغرب منها ومش عارف ايه اللي جابها، وهي بتقول له لا فوق معايا كده، انا جاي اساعدك واغسل لك الهدوم واعمل لك اي اكل، ده احنا بينا عشره عمر وكام قلم محترم. ويا دوب وقبل ما تخلص كلامها بنلاقي حجر اتحدف عليهم من الشباك، وفي ثانيه الا ثانيه سنجهام بيجري علشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي شباب في العربيه هم اللي عملوا كده وعمال بيجري وراهم، لكن هم هربوا بالعربيه. وسنجهام بيرجع مره تانية لما شاف الكهرباء فصلت وهي بتجري عليه، ولما بتصدق ان نحنحها وبتترمي في حضنه، وده مش وقت رومانسيه خالص، ده مرار طافح. وفي نفس اللحظه بنشوف جايكنت بيتصل على سنجهام وقال له حبيب قلبي 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 ايه خفت يا ففه؟ واللي حصل ده تحيه مني ليك، واتقل تاخد حاجه نظيفه، واللي جاي سواد، والكهرباء هتفضل مفصوله لحد الصبح، وانا لو منك ما نمش، اصل هم ممكن يرجعوا تاني وانا ما اضمنش العيال دول مجانين وولاد مجانين، وتخيل بقى ممكن يعملوا ايه في الحلوه اللي معاك. وقفل السكه معاه، وسنجهام بقى بيبقى مش طايق نفسه. وتاني يوم بيروح الشغل وبيعمل اجتماع مع زمايله وبدا يسالهم عن كل الاحداث والتفاصيل اللي بتحصل في المدينه، وخصوصا من رجل الاعمال جايكنت. وهم بقى لما صدقوا وبيحكوا على كل حاجه وعن البلاوي اللي هو بيعملها والمصايب اللي عملها مع كل ضابط شريف بيجي هنا، وخصوصا الضابط كدام اللي عرف قصته وبيروح علشان يعزي مراته. والست بدات تحكي له اللي حصل مع جوزها، وفي الاخر بتنصحه بتقول له نصيحه من اختي ليك، ابعد عن جايكنت علشان مفيش مسؤول ولا وزير هيقف في صفك، عارف ليه؟ لانهم شغالين معاه وبيقبضوا منه وحياتهم كلها حرام في حرام. وطبعا بيسمع الكلام ده والكره جواه بيزيد اكتر واكتر، ورغبته في الانتقام ملهاش حدود. وتاني يوم وفي نفس الميعاد بنشوف العيال راكبين العربيه وبيحدفوا طوب، بس على مين؟ سنجهام كان عامل حسابه وكان محضر نفسه، وعلشان كده جري وراهم، لكن كالعاده هربوا منه. وفي نفس اللحظه بنشوف تريلا جايه في وشه، ويروح يمين تيجي وراه، يروح شمال برضه مش سايباه، وبيفهم ان هي جايه له. وفي اخر لحظه بينط من فوق العربيه وبينقذ نفسه، وهوبا تليفونه بيرن وبيلاقي جايكنت وبيقول له ايه رايك بقى؟ مالك كده بتنهج ليه؟ لا خليك رياضي، ده الجري نص الجدعنه، ويا رب تكون مبسوط معانا، مش انت مبسوط صح؟ وبيقفل معاه. ومش بس كده، ده تاني يوم بيروح القسم وبتجيله مكالمه ان في جريمه قتل حصلت، فبيسيب كل حاجه وبيروح على نفس المكان، بس بيلاقي شويه عيال قاعدين وشكلهم كده من رجاله جايكنت، وقال لهم هي فين الجثه؟ وفضلوا يستهزئوا بيه وقالوا الجثه في التلفزيون،
مجنون. اصل الفيلم ده رعب يا باشا، واحنا بقى فضلنا نعيط على بطل الفيلم اللي مات، علشان كده بلغنا. وطبعا سنجهام مش طايق نفسه وماسك اعصابه بالعافيه ومشي من المكان وهو على اخره. وفي نفس الايام دي بقى بنشوف الاعلام بينشروا خبر ان الوزير خلاص تعب وجاب اخره ومحتاج يريح شويه ويكمل بقيه حياته في البيت، وبيقرر ان هو يسيب الحكم بقى للشباب علشان يكملوا المسيره. ومين بقى الشباب دول؟ هو جايكنت، وعامل مؤتمر وعمال بيوصي الناس انهم ينتخبوا جايكنت علشان هو راجل نبيل ومحترم وخلوق وبيحب شعبه وبيكره الظلم. وبيعدي كام يوم وبنشوف سنجهام كان بيأمن موكب الوزير وبيقف وبيفتح الباب وبيديله التحيه، وهوبا بيلاقي جايكنت هو اللي نازل من عربيه الوزير. لا ده انت جاحد بقى. وبيقول له سنجهام ازيك، شفت اديك النهارده بتفتح لي الباب وبكره هتديني التحيه، ولسه هذلك وهذلك وهقل منك كل يوم لحد ما اخليك تقتل نفسك بايدك علشان انت هنا في مملكتي وتحت رهن اشارتي. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف سنجهام قاعد في كمين وما كانش طايق نفسه وبيندب في حظه ان هو وصل للمدينه وساب القريه، وفجاه لقى صوت عمال بيعلى وراح يشوف في ايه، ولقى شويه عيال شاربين ومدرمغين وراكبين العربيه بتاعتهم وماشيين عمالين يتمطوحوا. ولما الظابط وقفهم اتكلموا معاه بكل بجاحه وقال له هو انت ما تعرفش احنا مين؟ احنا رجاله جايكنت بيه ونعمل اللي احنا عايزينه. لكن الظابط قال لهم مش هيفرق معايا مين الزعيم بتاعكم، وانتوا خالفتوا القانون وعلشان كده لازم تتفتشوا. والواد بيقول له ولا هتقدر تعمل حاجه، اخرك وهاته. وسنجهام بقى اللي مش طايق نفسه وعفاريت الدنيا بتتنطط فوق دماغه، فبيروحوا بيشد الواد من شباك العربيه وبيسحلهم على الاسفلت وبيشد الباقي على الاسم وعمل لهم محضر محترم. لكن بعد 5 دقايق بيجي الظابط الفاسد وعمال بيقل ويزعق في سنجهام وبيقول له هو انت ايه عبيط ولا مجنون؟ انت ازاي قبضت على رجاله جايكنت؟ انت عارف مين جايكنت؟ ده باشا البلد. وكل ده ليه؟ ها ليه؟ علشان سكرانين ومعديين السرعه ومعاهم شويه مخدرات؟ يا باشا اعتبرها طيش شباب، والمخدرات دي شويه اعشاب عادي يعني مشيها. وسنجهام بيقول له انت بتقول ايه؟ دول شويه شمامين ولازم يتعاقبوا. والظابط بيقول له لا الزم حدودك، انت اللي هتتعاقب لو العيال دي ما خرجوش. وسنجهام بقى ما بيكونش قدامه اي حل تاني وبيضطر ان هو يستسلم للاوامر وبيطلعهم غصب عنه. بس تاني يوم ما راحش الشغل وبيروح على مكتب رئيس الوزراء وبيقول له باشا انا عايز اشتغل على قضيه جايكنت، ده راجل فاسد ولازم نخلص منه. ورئيس الوزراء قال له ولد انت بتقول ايه؟ عيب الكلام ده، انت كلبه حماره وعاوز تعض اسيادك؟ لا فوق معايا كده، جايكنت باشا ده ما حدش قدر يمسك عليه غلطه لحد دلوقتي، يعني كان غيرك اشطر يا حبيبي. ومن الاخر كده عيش وكل عيش يا سنجهام بدل ما تاكل رصاصه في نص دماغك وتخلص عليك. اصل مش جايكنت ده اللي هتعمل عليه بطل، ده معاه سلطه وفلوس وممكن يشتريك ويشتري بلدك كلها. وهقول لك نصيحه حطها حلقه في ودانك، اللي معاه فلوس بيقفش ويدوس. ولو عاوز تبقى بطل والاعلام يتكلم عنك او حتى تترقى فسهل قوي، يبقى تروح لجايكنت باشا وتنزل تحت رجله زي الكلب واكد له ان عندك فروض الولاء والطاعه وهو بقى يبقى يرقيك. اي سهله اهي. وسنجهام بيسمع الكلمتين وخرج من عنده وكان نفسه يدغدغ المكتب فوق دماغه. وبعدين بيقابل حبيبته كافيه وقال لها انا خلاص جبت اخري ومش هقدر اكمل هنا وهقدم طلب علشان ارجع تاني للقريه بتاعتي في وسط ناسي واهلي الطيبين اللي بحبهم وبيحبوني. لكن كافيه بتصدمه وبتقول له ولما ترجع بقى هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم انا جيت لكم وشايل خيبتي فوق دماغي، انا جيت لكم علشان ما عرفتش اقف قصاد واحد مجرم؟ لا يا سنجهام ما توقعتهاش منك وانك تكون جبان بالشكل ده. وبنشوف مرات ظابط قدام ومعاه ابنها سامعين كل اللي بيحصل، ولسه سنجهام هيرد عليها ويبرر موقفه فبيلاقي ازازه بتخبط جنب منه وبيلاقي شويه عيال بلطجيه وبيقولوا له مساء الفل جايكنت باشا بيسلم عليك وبيقول لك هات الحلوه اللي معاك وانت تعالى معاها علشان تفتح لنا الازايز وتحضر لنا المزه. ولسه سنجهام هيروح ويجيبهم من قفاهم وبنشوف الطفل ده ابن الظابط قدام مسك في رجله فبيقول له النبي يا عمو ما تروحش علشان دول بيضربوا كل الناس وانت راجل طيب وممكن يضربوك. وسنجهام بيسمع الكلمتين دول وقال له طب بص يا حبيبي انا هوريك استعراض عمرك ما شفته في حياتك وانا بنفسي هخليك تتاكد انهم شويه عيال شيش على ما فيش. وبيقفش في عمود الكهرباء من اللي موجودين على الكورنيش وبيفضل يهز فيه لحد ما العمود ده بيطلع في ايده. وطبعا البلطجيه اول لما شافوا المنظر ده عملوها على روحهم وبيركبوا العربيه وقالوا يا فكيك. بس سنجهام بيبقى حالف ما يحلش حد فيهم وبيجري وراهم باقصى سرعته وبيمسك العمود وهوب خبط واحد فيهم على دماغه. وبعد كده بيرشقوا في قلب الدركسيون والعربيه بتقف مره واحده وبتطير مره واحده وبتقع في الميه مره واحده. وسنجهام حالف ما يحل حد فيهم واللي بيمسكوا بيكهربوا وداس بنزين وفتح على الخامس وهب دبه على المطب وشحط محط فوق وتحت وضربه هنا وضربه هناك وضربه فوق وضربه تحت لحد ما سفلتهم كلهم وخلاهم متكومين على الاسفلت. وبيقلع الحزام ونازل ضرب فيهم وهم مش قادرين يتحركوا من مكانهم وشدهم كلهم زي الغنم ورماهم في القسم وعمل لهم محضر محترم لحد ما بيجي عم عبد الواحد اللي شغال معاهم وقال له بقول لك ايه يا باشا انا شغال هنا بقالي سنين وفاضل لي 6 شهور واطلع على المعاش وعدى عليا ظباط اشكال والوان وشفت اللي موت نفسه وشفت اللي بياخد رشوه وده غير اللي ما استحملش وساب المدينه واتنقل في اسم تاني. ومن الاخر كده مش انت لوحدك اللي هتحارب الفساد ده علشان الناس دي معاها سلطه ومعاها فلوس. فمن الاخر
الاخر كده طلع العيال دول وبلاش تاذي نفسك ومشيهم بدل ما يجي اللي اكبر منك ويهزقك ويهين كرامتك زي ما عمل مع اللي قبلك. وسنجهام بيلاحظ ان كل الضباط رايهم زي راي عم عبد الواحد، وقال لهم لا طبعا انتوا غلط، ولو فضلتوا كده يبقى نقلع البدل دي ونقعد في بيوتنا. انا في القريه كنت ملك زماني مش بقوتي لكن بحب الناس اللي دايما واقفين جنبي، وانتوا لو فضلتوا معايا وبقينا على قلب راجل واحد محدش هيتجرأ انه يقف قصادنا، والمكان ده عايز رجاله. وبعد شويه بيجي شيفا وبيضرب باب الاسم بالرجل، دخلت معلمين وبيقعد على الكرسي وبيقول له ايه يا عم سنجهام، اوعى يالا تكون مفكر ان البدله دي اللي ملهاش اي لازمه انها ممكن تحميك، ده انا جاي لك هنا برجلي ومن غير لات كتير. الحوار ده يخلص والمحضر بقى يتقطع بدل ما هتتقطع انت وكل الرجاله اللي معاك، ومش هناخد فيكم دقيقه واحده. وسنجهام بيقول له باشا بشوات البلد كلها بس كده اوامر، وبيمسك المحضر وفعلا بيقطعه وبيديه لشيفا وقال له ادي يا سيدي المحضر خليه معاك علشان لسه التقيل جاي. وشيفا بيقول له ايوه كده صح معانا وافهم اللعبه ماشيه ازاي، ولو فضلت معانا وسمعت كلامنا هتاكل الشهد. وسنجهام بيقول له شهدي بتسلم عليك وبتقول لك هو انت قطعت المحضر ليه؟ وشيفا بيتفاجئ وعمال بيضحك وبيقول له محضر ايه اللي قطعته؟ ده انت اللي مقطعه بايدك. وسنجهام بيقول له يعني انت جيت انت ورجالتك وخوفتنا وضربتنا ورفعت علينا السلاح واخدت المحضر غصب عننا وقطعته، وعمال تقول من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه، وجاي دلوقتي تقول لي ما عملتش حاجه؟ وشيفا بقى عمال يدافع عن نفسه وقال له ولا انت عبيط ولا ايه؟ وفي ثانيه الا ثانيه سنجهام دخل عليه زي المجنون واداله علقه محترمه ومسك رجالته وكسر عظمهم كلهم وقعد على الكرسي وحط رجله في وش شيفا وبيقول له ها ايه رايك؟ عجبتك مش كده؟ معلم ولا مش معلم؟ وشيفا بيقول له المعلم بيعمل مش بيتكلم وانت ما تعرفش انا مين ورايا. فبيقول له لا يا اخويا خفت والنبي خفت، بس لازم تعرف انا فهمت كل العابكم وعارف الطريقه الزباله اللي انتوا دايما بتستخدموها، وانا بقى هلعب بنفس اسلوبكم. وبعدين بيخلي رجالته يحطوا جراكن مليانه كحول وبنزين في شنطه العربيه بتاعت شيفا، وعمل لهم قضيه محترمه في تجاره المخدرات وتهريب البنزين. فبيجي بقى الظابط الخاين وهو نافش ريشه وعمال بيهزق في سنجهام، فبيقول له انت كده دكر يعني مفكر نفسك جامد؟ واسمع المحضر يتقطع والرجاله دول يطلعوا فورا. وسنجهام بيقول له لا فورا دي تبقى خالتك، مفيش منه الكلام ده ومفيش اي محاضر هتتقطع ومفيش رجاله هتمشي، وكلمه كمان هقلعك البدله وهقلعك البنطلون وهمشيك في الشارع بلبوس. اسمع انت تاخد بعضك وتغور من هنا بدل ما ادفنك مكانك. فبيقول له ايه ده؟ هو انت اتجننت؟ انا القائد بتاعك ومأمور الاسم ده. قال له الامر لله يا عسل، انت راجل فاسد وقليل الادب وما عملتش بالقسم اللي انت اقسمت بيه لما لبست البدله دي وجيت هنا، ومن الاخر كده انت عايز تتربى وانا ما عنديش اي مانع ان اربيك انت وكل اللي يتشدد لك. والظابط بقى شافه مجنون وبيحط لسانه جوه بقه وبيلاقي الناس لسه هتزوم عليه وشكله بقى زي الزفت. وسنجهام بيقرب منه وقال له احنا البدل بتاعتنا دي عليها اسود، لكن انا الاسد بتاعي هنا في قلبي، انما انت بقى الاسد بتاعك شكله كده انثى مش ذكر، فخد بعضك وامشي من هنا بدل ما اعلقك على باب الاسم. فبياخد بعضه وهرب من المكان. وسنجهام بقى بيجيب من الاخر وبياخد رجالته وبيطلع على الفيلا بتاع جايكنت وبيقول له مساء الفل يا عسل، مالك كده وشك قلب لما شفتني؟ ايه هو انت كنت مفكر اني مش هقدر اجي لك؟ لا يا حبيبي انا اقدر اجي هنا واقدر اجي في اي حته، ولو ذكر خلي رجالتك يجوا ويقربوا مني وانا سيبتك تعمل اللي انت عايزه، تكسر في الشباك وتضايقني في مكالمات. وبقول معلش لعب عيال ولازم استحمله، لكن لازم تعرف اللي يقرب من سنجهام عارف بعمل فيه ايه؟ بقطعه حتت زي فراخ البانيه. ولسه الرجاله بيقربوا منه وكسر عظم كام واحد فيهم، لكن جايكنت بعد ما سمعه فضل يستفزه وقال له سنجهام اوعى يا تكون مفكر ان شويه الاكشن اللي انت عملتهم دول هيفرقوا معايا، واذا كانت بقى البدله دي اللي انت لابسها حامياك فانا بمكالمه تليفون واحده زي ما نقلتك من مكانك وجبتك هنا اقدر في ثانيه كمان اقلعك البدله اللي انت لابسها لنهايه عمرك. وسنجهام بيقول له يا ريت انا اصلا جاي لك هنا علشان عايزك تعمل كده وتخليهم يقلعوني البدله دي. عارف ليه؟ علشان ساعتها اقسم بالله هعرفك ان البدله دي والوظيفه بتاعتي هم الحاجه الوحيده اللي هيشن عنك، غير كده كان زماني فرمتك انت وابوك واجداد اجدادك. وبعدين سابه ومشي. ولسه جايكنت هيتصل برئيس الوزراء بس المساعد بتاعه بيقول له بقول لك ايه يا باشا مش وقته، احنا عندنا حمله انتخابيه وليله كبيره ومش عايزين نعمل شوشره. وفعلا بيروح بعدها وبيعمل مؤتمر مع اهل الدايره بتوعه وعمال بيكذب الكذب بتاع اي مرشح وبيقول للناس ما تقلقوش وحطوا في بطنكم بطيخه صيفي، انا هحل كل مشاكلكم وهخلي حياتكم نغنغه ولوز اللوز وهوفر لكم الامن والامان والحلاوه بتاعت زمان والعسل بالشوفان وهخليكم ترقصوا رقص شرقي كمان. وفي وسط كل ده بنشوف جايكنت وهو شايف سنجهام وهو رايح جاي في وسط الناس وعينيه عليه، وده اصلا خلاه يتوتر وخايف من رد فعله ان هو ممكن يعمل حاجه، وخصوصا لما شافه مسك السلاح. وعلشان كده بينهي المؤتمر قبل ما يبتدي وبياخد بعضه وبيمشي. سنجهام بقى يهمد لا ازاي ده عمل نفسه بيتكلم في الموبايل وبيقول له ايوه يعني حطيت القنابل في العربيه زي ما قلت لك، طيب تسلم ايدك يا باشمهندس 5 دقايق وفجرها. وجايكنت بيتجنن وبيطلع من العربيه وبيقول لهم الحقوا يا رجاله العربيه مليانه متفجرات فتشوا كل حاجه.
بس طبعا كل ده طلع شيش على ما فيش. ورجاله سنجهام عمالين يسالوه وقالوا يا باشا ايه الفايده من كل ده، مع ان كل دي حاجات بسيطه يعني، هيخاف شويه بس هيكمل في اللي هو بيعمله. فقال لهم لا، الحاجات البسيطه دي هتخليه يتوتر ومش هينام الليل، ولما هيخاف اكيد هيعمل حاجات تخلينا نوصل للبلاوي اللي هو بيعملها. وبالفعل جايكانت ما كانش بيتعظ، وبيروح من هنا وبنعرف ان هو خطف اخت كافيه، وبيتصل على ابوها وقال له بص بقى يا باشا، انا خطفت بنتك وعايز منك مبلغ محترم، ولما تسلمني المبلغ مش ناقص اي حاجه هسلمك بنتك مش ناقص اي حاجه. لكن سنجهام حس باللي حصل وعرف ان في حاجه غلط، فبيروح لحماه وعمال بيضغط عليه علشان يعرف منه ايه اللي حصل. والراجل في الاخر بيستسلم وبيحكي له على كل حاجه، وان جايكانت خطف بنته. وسنجهام بيقول له لا ولا تشغل بالك، انا عايزك تنفذ كل اللي هطلبه منك وما تقلقش، انا هحميك وهحمي فلوسك وبنتك هترجع لك كمان. وفعلا سمع كلامه وبيعمل زي ما قاله بالظبط، وفضل مستني بالعربيه علشان يستلم بنته. وبعد ما هي وصلت وبيطمنوا انها راحت لابوها، بنشوف سنجهام مستني، واول لما شاف الرجاله جري وراهم باقصى سرعه وعمل شويه اكشن على الطريق ويخبط في كل العربيات لحد ما في الاخر قبض على الواد اللي كان في العربيه ومسكه ورماه في الحجز. بس بعد شويه بنشوف سنجهام بيقطع المحضر وبيخرج الولد، ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل وازاي بعد كل اللي عمله ده خرجه بكل سهوله كده. لكن بنعرف ان هو عمل كده علشان يخلي الواد يخرج وهو يمشي وراه، وفعلا هم عملوا كده وبيراقبوه. والولد بقى زي الحمار بيخرج من القسم وبيروح على شيفا اللي كان اصلا واقف وبيسلم شحنه مخدرات وبيهربها في المينا. والواد قال له شفت بقى يا باشا، ما عرفوش يمسكوا عليا اي حاجه يا زعامه وخرجت منها شخص ليه. ولسه شيفا بيتصل على جايكانت علشان يحكي له اللي حصل، لكن بيلاقي سنجهام في وشه زي القدر مستعجل، واخد منه تليفون وبيقول له جايكانت باشا مساء الفل يا حبيب قلبي، انا عارف كويس ان انت راجل واطي وهتتخلى عن رجالتك بعد ما قفشتهم متلبسين، عادي يعني ده طبعك ولا هتشتريه، بس وحياتي الصبغه اللي انت صابغ بيها شعرك لا هجيبك لحد عندي والايام ما بيننا. وبعدها بياخدوهم على القسم وبيعملوا محضر وبيمشي الدنيا. ورئيس الوزراء بقى بيبعت وجاب سنجهام وكل رجالته وقال لهم برافو عليكم يا رجاله، شطار يا ولاد، اللي انتوا عملتوه ده هايل، ويلا بقى قطعوا المحضر وطلعوا الرجاله من السجن بدل ما احطكم انتوا مكانهم، اصل مفيش ادله. اما انت بالنسبه ليك يا سنجهام فانت راجل محترم، علشان كده انا هخليك تروح مركز تدريب علشان تدرب الضباط اللي لسه مبتدئين وعايزهم يطلعوا اسود زيك. وسنجهام بيقول له يا فندم ما تقولش كده، اصل انا عارف وكنت عامل حسابي انك هتعمل الحركه الزباله دي، بس بما ان كل حاجه محتاجه دليل فانا مفيش دليل ضدي، وعلشان كده انا عايز اسقف لك. وقام رافع ايده وهوب بدله بالقلم خلاه ينسى اسمه. طبعا رئيس الوزراء فضل يبص له وقال له ايه ده، انت اتجننت، انت بتضربني يا كلب. بيقول له ايه ده، انا يا فندم ضربتك والمصحف منى ولا اخت منى، انا ما عملتش حاجه، طب انت عندك شهود؟ قال له اه الرجاله بتوعك. فقال له يا باشا زي ما قال لك كده هو ما عملش حاجه. وسنجهام بيقول له طالما بقى الحفله بدات يبقى نكمل للنهايه، ومش هخليك تعرف تقعد على الكرسي مره تانية، عارف ليه؟ لان هورم لك الطقطوقه بتاعتك. وفعلا هوب بدله ضربه في وسط الطقطوقه بتاعته، وبيخلي الرجاله ينزلوا فيها ضرب هم كمان، وبيطلعوا كل الغل والكره اللي في قلبهم، وهيخلوه بعد كده مش هيعرف يقعد على كرسي تاني. والاول مره بيحسوا بفخر ان هم بيعملوا حاجه صح في حياتهم. وبيسيبوا المكان وبيروحوا على اسم الشرطه، وبيلاقوا جايكانت مستنيهم هو ورجالته جوه الاسم، والابتسامه على وشهم من هنا لهناك. وقرب من سنجهام وقال له البطل بتاعنا حبيب قلبي، نورتنا يا باشا في اليومين دول، انا عايزك بقى تجهز شنطتك وتاخد الكلاسين بتوعك علشان هترجع مكان ما جيت. بالحق نسيت اقول لك، اصل نتيجه الانتخابات ظهرت وانا كسبت، شفت بقى المفاجاه دي يا جدع، وبكره الصبح كلكم هتقفوا وهتدوني تحيه علشان هبقى رئيس الوزراء، وان كان فيكم راجل يعترض. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف الوزير ده عامل حفله بمناسبه عيد ميلاد بنته، وحاضر فيها كل الضباط الكبار والداخليه كلها. لكن بيلاقي سنجهام داخل عليه وهو في منتهى الحزن، وكان معاه مرات الضابط قدام وابنها الصغير، وبيقول له بقى هي دي الامانه يا باشا، بقى هو ده القسم اللي كلنا حلفنا بيه، وانت عارف وانا عارف وكل الناس الموجودين عارفين ان الراجل اللي هيمسك الوزاره ده اكبر خاين وقص الفساد في البلد، وانا عايز كل واحد فيكم يبص لبنته ولمراته ويتخيل مستقبلهم هيبقى عامل ازاي لما راجل زي جايكانت هو اللي هيمسك الحكم في كل حاجه، في تعليم وفي الصحه وفي الحكومه، وانتوا ازاي هيجيلكوا عين وترفعوا راسكم قدام عيلتكم وانتوا عارفين مين الظالم ومين المظلوم وساكتين عن كل ده. وعايز كل واحد فيكم يبص للطفل الصغير ده اللي فقد ابوه، وكلكم عارفين ان ابوه مش خاين، وان الست دي بعد ما جوزها مات اتقال عليها كلام وطعنوا في شرفها. وتخيلوا بقى اللي حصل فيها وفي جوزها حصل في كل واحد فيكم وفي عيلتكم. وقبل ما امشي عايز افكركم ان اللي حصل في ضابط قدام بكره هيحصل لكل واحد فيكم، وانا همشي دلوقتي بس مش هروح ومش هرجع بلدي. عارفين ليه؟ لان اعلنت الحرب وهقف قصاده لوحدي هو وكل رجالته، حتى لو فيها موتي، على الاقل لو مت هموت وانا رافع راسي، ولو عشت هقول لاحفادي اني وقفت قدام دوله كامله كلها فساد لوحدي. وبعدين سابهم ومشي، والكل بيكون في منتهى الصدمه والعار، وعارفين كويس ان هو عنده حق. وسنجهام بقى كان خلاص كان مقرر يضحي بنفسه ويقف قصاده هو وكل رجالته. وحبيبته كافيه بتحاول تمنعه وبتقول له ارجوك انا كنت بطلب منك تفضل موجود معانا، لكن
دلوقتي ابوس ايدك ارجع على القريه تاني. بس فجاه بيلاقي رجالته اللي معاه في القسم كلهم جايين وقالوا يا باشا احنا معاك على الحلوه وعلى المره ومش هنسيبك في الحرب لوحدك. وفي نفس اللحظه بنشوف عربيات الشرطه ملهاش اول من اخر، وبيكون فيها كل ضباط الداخليه ومن ضمنهم وزير الخارجيه واكبر ضباط في البلد، وكلهم وقفوا صف قدام سنجهام وقالوا يا باشا انت صح واحنا معاك، وبنعترف ان قدام ما كانش خاين، والخاين الحقيقي احنا علشان سيبناه وما جبناش حقه وما وقفناش جنبه ولا جنب مراته، والحرب دي مش لوحدك احنا معاك فيها. وبالفعل اول حاجه بيعملوها بيهجموا على بيت جايكنت وبيخلصوا على كل رجالته، والظابط الخاين بيطلع يجري على اوضه جايكنت وبيصحيه وبيقول له الحق يا باشا سنجهام حالف لا يجي ويخلص عليك وتعالى معايا علشان أأمنك. فبيقوم بسرعه من النوم وخرج معاه، وبيلاقي نص الشرطه كلها متجمعين في الصاله عنده ما شاء الله، فبيقول لهم الله برافو عليكم كلكم جايين هنا علشان تحموني، وكل ده قبل ما احلف القسم. امال بقى لما ابقى وزير رسمي هتعملوا ايه؟ يا حلاوه يا اولاد. عموما حلو قوي، انا عايزكم بقى تروحوا وتجيبوا الكلب سنجهام لحد عندي وتخلصوا عليه. والظابط الفاسد بيقول له بس كده؟ اوامر يا باشا انا كنت عامل حسابي. وبينادي على سنجهام سنجهام تعالى، وسنجهام بيطلع لهم زي الوحش وعمال يبص له. في الوقت ده جايكنت بيعرف ان هو زي الجاموسه اللي وقعت على الارض والسكاكين هتكتر عليه. والظابط الفاسد قال له انا بعترف ان كنت باخد منك فلوس علشان اخلص لك الشغل بتاعك، لكن تتجرأ وتخلص على اعز اصحابي قدام يبقى لازم تكون دي نهايتك، وانا مستحيل اغدر بالرجاله بتوعي واسيب حقهم. وكلهم بقى بيبداوا عمالين يخططوا هيخلصوا عليه بأنهي طريقه. اللي قال لهم نضربه رصاصه، والتاني بيقول هنحمره، والتالت بيقول لهم هنحطه في الفرن ونعمل منه صينيه بطاطس. وجايكنت بقى عمال يترجاهم وبيقرب من وزير الخارجيه اللي كان قاعد وحاطط رجل على رجل وبيقول له الحقني يا باشا والنبي رجالتك هيخلصوا عليا. فبيقول له والله يا عم جايكنت انا ماليش دعوه، سيب العيال يلعبوا وسيبني بقى مريح شويه واتفرج على اللي هيحصل فيك. ولما جايكنت عارف بقى اللي فيها وان خلاص نهايته قربت، فبيجيب من الاخر وبيمسك السلاح وبيغفلهم، وفي ثانيه الا ثانيه هرب من المكان بسرعه وبيجري في وسط الشارع لحد ما بيروح على اول كشك بيقابله وبيتصل على الشرطه وقال لهم الحقوني في ناس جايين ورايا وعايزين يقتلوني وهم ظباط زيكم برضه وعايزين يخلصوا عليا. والظابط بيقول له زي الفل خليك عندك ثانيه واحده. الو سنجهام باشا حبيبي احنا عرفنا مكان الكلب ده، هو موجود في شارع 27 روح وخلص عليه يا باشا. وطبعا هو لما سمع كده بيكمل جري وبحاول يهرب منهم لحد ما كلهم اتكاتروا عليه وحوطوه من كل مكان. وسنجهام دخل عليه زي الوحش بيقرب منه واداله كف محترم لحد ما خدوه على القسم وكتفوه، وهو بيقول لهم انا هبلغ عنكم حقوق الانسان وحقوق الحيوان. وسنجهام بقى بيطلع سلاحه وهوب اداله الرصاصه وبيخلص عليه النهايه اللي يستاهلها. وبعد كام ساعه بنشوف وزير الخارجيه بيعمل مؤتمر صحفي وبيقول لهم بصوا بقى جايكنت طلع خاين واكتر راجل فاسد في البلد، وعشان كده رحنا علشان نقبض عليه وبكل احترام وبكل حب وبشكل حضاري ومحترم، لكن للاسف لقيناه خلاص بقى خلص على نفسه وانتحر قبل ما نروح له. واخر حاجه عايز اقولها ان الضابط قدام ده راجل محترم وشريف وكان عايز يمنع جايكنت من كل البلاوي اللي هو بيعملها، لكن للاسف محدش فينا وقف جنبه لما عرفنا ان هو اتظلم وتخلينا عنه، وعلشان كده قتل نفسه. وكلهم وقفوا على روح الضابط قدام، وسنجهام ورجالته بيقربوا من مراته وكلهم بيقفوا وبيدوها التحيه ليها ولابنها. بس كده، واتمنى اشوف رايك في تعليق، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وان شاء الله اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.